مساء الكهانة وفل وياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ انا قلت اما اوريكم النهارده عندنا. بصوا احنا وارثين يا جماعه، وارثين. احنا كنا زمان لما بنورث بناكل ايه؟ بناكل لحمه وسمك. دلوقتي لما بتورثوا يبقى لازم تاكلوا ايه؟ كشري. والله ده كشري. اسمه عندنا في الدمياطيه كشري عدس. غير بقى اللي هو الكشري المصري ملناش دعوه بيه. دي بتاع الاغنياء القوي يعني. انما دول الاغنياء اللي هم نص نص نص. انتوا عارفين ربع كيلو من ده بكام؟ ب15 جنيه. يعني بالصلاة على النبي كده الكيلو فيه بقى ب60 جنيه. انا جايبه طبعا ربع كيلو بس. تمام. انتوا عارفين ما اقولكوش بقى البرنجان، لا البطاطس والطماطم والسلطه. سيبكم انتوا من كوبايه الشاي الفاضيه دي، ملناش دعوه بيها. عشان ما نتكلمش على سعر السكر اللي هيهبلنا ان شاء الله. تمام. وبالنسبه لبرطمان الدقه ده، آه هقول لكم عليه بعدين برضه. ما احناش مختلفين. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. بعرفهم بس اسعار الكشري اليومين دول بقى عامل ازاي. تمام. بقت اسعار مهوله. آه ده الاكله دي تتكلف لك بتاع ايه بالصلاه على النبي؟ تتكلف بتاع ايه بنتي يا احلام؟ نقول مثلا 50 60 جنيه. لا 50 60 جنيه والله ما حصل. ده زي ربع كيلو عدس ب15 جنيه. جبت عليه مثلا قولي نص كيلو رز ب15 جنيه مثلا. ادي 30 جنيه. وجبنا كيلو بطاطس، كيلو برنجان، نص كيلو يا حوستي ما عادش حد يفكر يا جماعه ياكل عدس. ما حدش يفكر ياكل فراخ. ما عادش حد يفكر ياكل. احنا صايمين بالليل وبالنهار. يلا اشوفكم على خير باذن الله.